السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. جايلكوا بقى النهارده في فيديو هيعجبكم جدا. عملنا ايه بقى عملنا بيكاتا بالمشروم والمكرونه الفيوتشيني. اللي اول مره يتابعني ولسه اول مره تتابعني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. يلا بقى عشان نشوف عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. اول حاجه انا عملتها، جبت كيس مكرونه. انا هوريهولكم ان كيس المكرونه الفيوتشيني هي زيها زي الاسباجيتي بالظبط، بس دي عريضه. الكيس بالظبط عامل 10 جنيه. الكيس صدقوني لو انتوا عملتوه مثلا بيت مكون مثلا من 5 افراد هيكفيكم. ازاي كيس واحد مكرونه؟ صدقوني والله حجمها بيزيد، وهي اصلا اقل كميه منها بتشبع. انا بقى هوريكم الحاجات، اصلا المكونات اللي انا جبتها كلها ازاي. بس بقى بفرجكم بقى الحاجات الحلوه اللي هتفتح النفس كده. يلا اتفرجوا كده وجوعوا معايا بقى، يلا واللي يعجبه الطريقه يكمل الفيديو للاخر. انا هوريكم بقى المكونات. جبت بصلايه وقطعتها اي تقطيعه انت حباها. جبت مشروم، جبت صدر فراخ وقطعته وغسلته كويس بالملح وشويه ميه، وبعد عصرت عليه ليمونه. وجبت فلفل، عندي فلفل الوان، ما عندكيش فلفل الوان خالص فلفل اخضر عادي. ومكعبين سمنه زبده. وجبت 3 كوبايات لبن وحطيت عليهم 4 معالق نشا. دي بس المكونات بتاعتها. وكيس المكرونه اللي انا بقول لكم عليها اهوت، انا بوريك اللي هو المكرونه هي الاسباجيتي، بس دي العريضه. ديت اسمها مكرونه فيتشيني. هي الاكله دي اصلا اكله ايطاليه. المشروم يعني مش عندك مشروم فريش عادي، حطي مشروم اللي هو بيبقى المعلب على الكميه على حسب ما انت بتحبه. يعني بتحبي المشروم زودي ماشي، مش بتحبي حطي كميه قليله. انا بقى هوريكم من اول الطريقه ايه. الفراخ مش متبلينها ولا بملح ولا بفلفل ولا باي حاجه. انا هوريكم بقى هنعملها ازاي. جبت حله وحطيت فيها ميه، واول ما غليت نزلت بالملح، وبعد كده نزلت بالمكرونه. حابه تكسريها ماشي، حابه تخليها طويله ماشي، بس انا حبيت اكسرها عشان مليكه لما تيجي تاكل منها ما تضايقهاش في الاكل. المكرونه دي بتاخد سوا زياده عن المكرونه التانية. يعني المكرونه اللي هي العاديه الاقلام او اي مكرونه تانية بتاخد، دي ما بتاخدش سوا كتير. انما المكرونه الفيوتشيني دي بتاخد سوا كتير على النار، فانت ايه، الميه بتاعتك تكون كتيره وتاخدي بالك منها. جبت زي ما انتوا شفتوا اهوت، جبت 3 مكعبات سمنه زبده، وحطيت بس معلقه زيت. ونزلت بقى بايه في ايه بصدر الفراخ اللي انا مقطعاه شرايح. انت مثلا ما شاء الله عيله كبيره، كتري شرايح الفراخ. مثلا 2 او 3، يا دوبك هو صدرك يبقى حلو قوي يقضيكوا كمان. لو انتوا شايفين انا ما حطيتش لسه ولا ملح ولا فلفل. انا بس بهديها صدمه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، والنار بتاعتنا تكون عاليه. انا هنزل بقى هو هنتبل بقى ايه، وش من الفراخ. هنحط بقى شويه ملح صغيرين وشويه فلفل صغيرين. ولما نيجي نقلب هنحط برضو على الطبقه التانية برضو ايه نفس التوابل. حابه تحطي بهارات فراخ حطي، حابه تحطي بقى اي توابل انت بتحبيها حطي. انا هنزل دلوقتي احط ورق تين لورا، واحط فصين حبهان كده هيخلوا بقى ايه ريحه الفراخ تحفه، وهيطلعوا منها اي زفاره. كده كده انا غسلاها كويس قوي بالملح والفلفل زي ما انتم شايفين اهو. حطيت عليها كمان شويه 7 بهارات. وكان عندي شويه توابل شاورما الفراخ في كيس كده باقي شويه اسيبهم، لا قمت جايه برضو محطاهم على الوش كده يعزز الطعم. وعلى العين التانية زي ما انتم شايفين المكرونه اهي بايه بتستوي. اول ما احس خلاص اللي هي يعني خلاص استوت من تحت، هقوم جايه مقلباها. احنا مش عايزينها تتحرق، احنا عايزين ايه الاكله بتاعتنا تكون مستويه، وفي نفس الوقت يكون ايه لونها حلو كده ويكون شكلها حلو. يعني هي التقليبه ديت اليمين وشمال هتسوي صدر الفراخ، والله هتسويه. لان انتوا عارفين الفراخ اصلا ما بتاخدش سوا. ولسه كمان يعني هنسويها كمان مره مع اللي هو الصوص اللي احنا هنعمله، اللي هو مع اللي هو بسم الله، مع المشروم. هوريكم برضو هنعمل ايه دلوقتي. زي ما انتم شايفين اهوت، انا بقى خلاص حسيت ان الطبقه التانية، الطبقه اللي تحت خلاص احمرت وخدت السوا بتاعها، اقوم جايه ايه مقلباها. في الوقت دوت انا خليت النار متوسطه. ليه؟ لان خلاص السمنه معايا ما شاء الله كانت اصلا تعتبر سخنه جدا، فمش هتخلي الفراخ اصلا معايا ايه تسود الميه بتاعتها. برضو الوش التاني دوت ما كانش خد اي طعم يعني، ولا ملح ولا فلفل. برضو هديله برضو شويه ملح وفلفل صغيرين، شويه 7 بهارات صغيرين. اي توابل انت بتحبيها في الاكل، توابل شاورما فراخ حطي، اي توابل انت بتحبيها حطيها.
هحط برضو شويه صغيرين برضو ايه عشان ايه ناخد بالنا من الملح عشان الملح ما يحدقش معانا. والورقتين اللورا دوت مع فصين الحبهان بيدوا تست حلوه قوي قوي للفراخ. يلا بقى اللي لسه مشتركش في القناه يشترك، واللي لسه اول مره يتفرج معايا على الفيديوهات ليا بجد انا بنزل حاجات حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل حاجه بعملها لكم توصلكوا اول باول. خلاص بقى ده خلاص خلصت اللي هو استوى خلاص. هنطلع بقى الكميه كلها في طبق كده ايه ونحطه على جنب. زي ما قلت لكم الكميه ديت على حسب انتوا عدد افراد قد ايه. انا يا جماعه الطبق دوت انا يعني انا بحب اكل الطبق اللي هي البيكاتا بالمشروم دوت جدا جدا برضه. فانا حبيت ان انا اجرب الطريقه ديت هنا في البيت. يعني زي ما انتم شايفين دي كانت ممكن دي تالت مره اعملها. من يوم ما جربت اعملها في البيت والله العظيم احلى من اللي بناكلها بره مليون مره، والكميه اكتر والنظافه. لا بجد يعني تجربه صدقوني هتعجبكم جدا. انا لما اغرف لكم الطبق بس لفرد واحد زي ما انا مثلا باكل في اي مطعم هقول لكم ثمنه كام، وهقول لكم الاكله ديت كمان كلفتني قد ايه. خلاص انا كنت طلعت الفراخ زي ما انتم شايفين المكرونه دي زي ما قلت لكم بتاخد سوا كتير. وقمت جايه نازله مقطعه بصله، حابه تقطعها تبشريها في بشرت اللي هي البصل ديت تبشريها، حابه تقطعيها صغير على ايديكي قطعيها ديت اختياري، بس ما يبقاش كبيره قوي عشان لما تيجي تتاكل في الصوص البصل ما يبقاش باين. يعني ونزلت هي ما جتش في التصوير فصين توم بس يا دوبك صغيرين جدا برضو قطعتهم ونزلت بيهم. وبعد كده نزلت بايه زي ما انتم شايفين بالفلفل الالوان. ما عندكيش فلفل الوان ولا تضايقي نفسك، قرنين شطه وقرن فلفل اخضر وخلاص على كده. انا بقولك شكل الفراخ اصلا كان طعمها تحفه، وجربت ان انا اقطع حته منها واشوفها استوت ولا لا، لقيتها ما شاء الله استوت وجميله جدا. حتى اللون شايفين اصلا اللون عامل ازاي، تتاكل لوحدها. خلاص اهي كل دوت على نار متوسطه. انا هزود مكعب سمنه زبده كمان. هي الاكله دي بتحب يا جماعه السمنه الزبده. خلاص بقى هنزل بالمشروم اهوت. زي ما قلت لكم عندك مشرب معلب طلعي شويه كميه اللي انت حباها واغسليهم تحت الميه كده كويس وصفيهم وانزلوا بيهم. عندك مشروم فريش زي ما انا جايباه، انا كنت جايبه الطبق دوت حوالي ب 16 جنيه. في كميه ما شاء الله محترمه، يعني عملت منه طبختين اتنين. المشروم ده يا جماعه فوائده حلوه جدا جدا جدا، يعني في دكاتره بيقولوا ان المشروم دوت عامل زي الكبده من كتر الفايده اللي فيه. يعني في كميه بروتين كبيره جدا. والمشروب الفريش ده يا جماعه ما بيتغسلش، انت تجيبي منديل كده وتمسحي واحده واحده كده بالراحه وتقوم جايه مقطعه بالسكين. ان لو اتغسل منك هو اصلا بيمص الميه، يعني هو دوت مهما تغسليه هتلاقيه نفش منك كده ويعتبر باظ. فدوت يا دوبك انت بتشيلي الطبقه الخارجيه منه بمنديل كده نضيف وتقطعيه بقى التقطيع اللي انت بتحبيه. زي ما قلت لكم انا حطيت مكعب سمنه زبده في المقطع دوت، لان المشروم اصلا بيشد السوائل الموجوده كلها. زي ما قلت لكم 3 كوبايات لبن اهوت بقري جاموس معلب. قمت جايه نازله عليه بايه قبل ما احطه، حطيت عليه 3 معالق 4 معالق نشا، وهنزل بيه دلوقتي. ده الصوص اللي هيتعمل ايه للبيكاتا. وكان باقي معلقه نشا كده في الارضيه قلبتها كويس ونزلت بيها تاني. اصلا شكل الصوص تحفه، يعني الالوان اللي فيه تفتح النفس لوحدها. برضه هقوم جايه ضايقه الصوص اللي احنا عملناه دوت عشان الملح ما يزيدش مني. اول ما يعني يغلي على النار هتلاقي القوام بتاعه تقل. انت بقى حابه تاكلي دلوقتي هتحطي كميه المكرونه كلها، يعني مثلا لو انتوا خلاص قاعدين اهو تتغدوا هتحطي كميه هتحطي الفراخ دلوقتي تغلي، واول ما خلاص الصوص يتقل معاكي تحطي المكرونه كلها وتقلبيها وتغرفي اطباق. انت لا مثلا في فرد واحد هياكل والتاني لا، خلي الصوص زي ما هو في الفراخ وطلعي شويه مكرونه على جنب وتسخني اول باول كده. يعني تعملي لكل واحد الوجبه بتاعته تكون فريش. ليه؟ لان البيكاتا دي بتتحب احلى حاجه فيها تتاكل وهي سخنه. هتتاكل وهي بارده هتلاقي يعني مش هتكون 100% زي ما انت بتاكلي وهي سخنه، حلاوتها وهي سخنه. الصوص بيبقى لسه سخن كده والمكرونه بتبقى تحفه. وفي نفس الوقت عشان الصوص اللي احنا عملناه دوت المكرونه ما تشربهوش، يبقى لسه فيه صوص كده وانت بتاكلي تحسي بمتعه في الاكل. زي ما انتم شايفين خلاص اهوت. نزلت بقى ببقيه الفراخ بخليها بقى تاخد ايه، تاخد طعم الحلو قوي بتاع الصوص اللي احنا عملناه دوت. وفي نفس الوقت تاخد برضو درجه ايه سنه كده
سوا، يبقى الفراخ معانا ايه مستويه 100%. نخليها تغلي شويه وخلاص كده الاكله بتاعتنا تكون خلصت. اسهل اكله تعمليها البيكاتا بالمشروم دي يا جماعه، واكله بصوا تغيير على المحشي والفراخ واللحمه والحاجات اللي احنا بنعملها، وفي نفس الوقت ما بتاخدش منك وقت خالص. يعني انا دخلت المطبخ نص ساعه، كنت مكونه يعني مجهزه المكونات عندي على الرخامه، نص ساعه كان الاكل خلاص جاهز. الاكله ديت انا اكلتها في مطعم، الطبق بس لوحده الفرد واحد عامل 150 جنيه. الاكله دي كلها باللي انتوا شايفينه ده كله ما كلفتش معايا 70 جنيه. ليه؟ الفراخ دلوقتي شايفين الفراخ اصلا سعرها كام؟ الفراخ ما عندنا ب 58 جنيه، لما تاخدي بس نص صدر الفرخه، يعني قولي مثلا يا ستي 50 جنيه، وقولي المشروم زي ما قلت لكم ب 15، ادي 65. وبس بقى، ما احنا عندنا البصل وعندنا اللبن، لو عندك اللبن برضو قولي 10. يعني قولي مثلا الاكله دي كلها هتكفي، ما شاء الله الاكل اللي عاملاه دي مكفيه 5 افراد، ما كلفتش 75 جنيه، غير ما تاكليها في مطعم الواحد بس لوحده ب 150 جنيه. في نفس الوقت والله العظيم طعمها كان تحفه. بتمنى الاكله بتاعت النهارده تكون عجبتكم، والمكونات تكون سهله والطريقه تكون سهله. انا بوريكم بقى ايه، بغرف كده طبق كده بس لوحده. حابه بقى انت حابه القطع، حطي قطع الفراخ حطيها زي ما انت عايزه. حطيت شويه مكرونه كده على جنب والصوص بتاعهم، وبعد كده هتلاقيني بقى مقلبه كله على بعضه وباكل، يعني مش هقعد بقى، لا قلبت كل الصوص على بعضه كده بالفراخ بالمشروم، يا نهار ابيض طعمها كان تحفه. هستناكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسونيش بقى بالتعليقات واللايكات الحلوه ليكم، واتمنى يا رب ان شاء الله نشوف فيديو حلو كده جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.